إذا ما جاب لك هدية بيوم ميلادك معناها ما بيحبك. هل هالحكي مثبت علمياً؟ لا. طيب مبني على دراسات وإحصائيات؟ كمان لا. لكن ليش وقت قلت هالجملة ما حسيتوا إنها غريبة؟ وحتى يمكن كتير منكم مقتنع إنها صح. علم النفس بيفسر حالتنا هي بمفهوم اسمه التحقق الخارجي، وهو لما الشخص يحتاج إشارات ملموسة ومادية ليحس بالأمان والقيمة. من لما كنا صغار ما تعلمنا ننحب ونحب بدون إثبات وبدون شرط. انتي زعلتيني ما في مصروف اليوم، أنا زعلان منك ما رح جيب لك هدية. وبهي الطريقة تعلمنا إنه لما نكون محبوبين رح يتقدم لنا. وصارت فكرة إنه لازم نشوف هذا الحب عن طريق أشياء مادية وملموسة مسيطرة علينا. وبكتير أوقات الأهل بتغلط وبتفكر إنه لما توفر المصاري والأشياء المادية فهالشي بيغني عن الاهتمام النفسي. لهيك بتعلق براسنا فكرة تانية إنه هي طريقة التعبير عن الحب. وإجا الإعلام والسوشيال ميديا وغزوا هالفكرة ورسخوها زيادة بعقلنا، وحول الحب لشكل ولأداء ولاستعراض. ومع الوقت صار باللاوعي عنا معادلة وحدة: الصرف يعني اهتمام وغيابه يعني إهمال. ولكن بالحقيقة الحب الصحي ما بينقاس بالقيمة المادية، بينقاس بالأمان، بالاستقرار وبالحضور. والحضور يكون حضور حقيقي عن جد.